اتفضل يا أستاذ سردينة. اسمي آدم. غرف قديم في كتاب مسحور، بتلاقي اسمك عليه محفور، بتنادي عليك أصوات عارفاك، وعيون في الليل بتراقب شايفاك، بتفر تدور عالفصل الأخير، فتلاقي دورك مش باقي في كتير. اسمك آدم؟ أمال إيه سردينة ده؟ لا، دي قصة قديمة. عارفة، زمان وانا صغير كنت رفيع قوي واطول كتير من الاطفال في سني، فكانوا بيقولوا عليا شبه البسارية. ولما كبرت شوية كان بيزورنا واحد قريب ابويا وحب يستظرف، فقال لي ايه مالك يالا رفيع كده شبه السردينة. ومن يومها كل اللي حواليا بقى بينادولي سردينة، وبيني وبينك انا اتعودت عليه. وبقى لما حد يسألني اسمك ايه اقول له سردينة، ولولا ان اسم ادم ده مكتوب في البطاقة كنت نسيته اصلا. آدم أنت كويس؟ كويس، انا بس مش قادر انسى اللي حصل لي، ومش عارف اخرة كل اللي بيحصل ده ايه. لو بس كنا نلاقي كتاب. كتاب؟ الكتاب اللي كان مع حاتم يوم ما جينا هنا. الظاهر ان السر كله في الكتاب ده. أنا عارفة الكتاب ده فين. ايه؟ عارفة مكان الكتاب ازاي؟ ما أنا ما كملتش القصة. بعد ما لقيت ياسمين نايمة في سريرها ورجعت الكاميرات ما لقيتش حاجة، شكيت في نفسي وكنت هتجنن. مش معقول كل اللي شفته ده تهيؤات. فضلت أبص على كل حاجة في المكان، يمكن ألقى حاجة غريبة. إزاز مكسور، الشمعة اللي كانت ياسمين مولعاها وقع على الأرض، بس لقيت كل حاجة طبيعية. ما كانش فيه غير الكتاب، هو الحاجة الوحيدة الغريبة في المكان. بس كان من الطبيعي إن أعتبر الكتاب ده مجرد كتاب ياسمين كانت بتقرأ فيه، عن إني أكدب كل حاجة حواليه وأصدق إن اللي شفته ده كان حقيقي، وبالذات إن كل حاجة كانت طبيعية. ياسمين في سريرها وكل اللي في الكاميرات فيديوهات عادية جدا. فأخدت الكتاب لأنه كان شكله قديم قوي ويشبه الكتب اللي في المكتبة. وبعد كل اللي حصل ده، وبعد ما اتأكدت ان كل اللي شفتيه حقيقي، ليه ما قلتيش ان الكتاب معاكي؟ أنا أصلا من اللخبطة اللي حصلت كنت نسيت الكتاب، وحتى لو كنت افتكرته ياسمين اختفت، ويوم ما رجعت يا دوب ما لحقتش اقعد معاها، جه حاتم وراحت معاه. حاتم؟ يعني ياسمين راحت مع حاتم؟ طب ما تعرفيش راحوا على فين؟ لا معرفش، بس استنى نكلم حاتم ونعرف منه مكانهم فين. الو. الو، ايوه يا حبيبتي، حصل حاجه؟ هو حاتم جنبك؟ جنبي، بس في ايه؟ انت قلقتيني يا علياء. ادم كان عايز يكلمه. ادم مين؟ سوري، سردينة. سردينه. هاتي ياسمين، هاتي. الو، انت فين يا حاتم؟ انت كويس يا سردينه؟ الحمد لله. انت فين يا حاتم بالظبط؟ انا عايز اشوفك. طب انا هقفل وابعت لك اللوكيشن على طول، بس قولي الاول هربت منهم ازاي؟ لما اشوفك هبقى احكي لك كل حاجه. السلام دلوقتي، وما تنساش تبعت لي اللوكيشن. تمام، سلام. لو سمحتي ممكن قلم وورقه عشان اكتب العنوان. طب ما ياسمين نسيت تليفونها، هبعت لك اللوكيشن على تليفونها وخده معاك. هروح اجيب التليفون واجيب لك الكتاب بالمره. نورة هانم بنفسها هنا؟ الواد خرج من الفيلا؟ لا يا هانم، لسه موجود جوه. ندخل نجيبهولك؟ خلص. الحق يا ادم. في ايه؟ وانا بجيب الكتاب شفت في الكاميرات ناس شكلها غريب بتنط من فوق سور الفيلا. انت لازم تمشي بسرعه. يا نهار اسود. طب امشي ازاي؟ انت مش قلتي انهم داخلين علينا؟ تعالى ههربك من باب الوراني. طب وانت هتعملي ايه؟ انا هفضل هنا اعطلهم لحد ما تهرب، واكيد هم عايزينك انت مش انا. الكتاب اهو، ودي فلوس خليها معاك، اكيد هتحتاجها. لا لا شكرا، خليهم معاكي. مفيش وقت للكلام ده، خدهم واجري بسرعه، خلاص هيكسروا الباب. مش عارف اقولك ايه. شكرا بجد على كل حاجه. خلي بالك من نفسك. خلي بالك انت من نفسك. انتوا مين وعايزين ايه؟ الولد اللي كان هنا راح فين؟
ولد مين اللي تتكلمي عنه؟ انطقي يا بت، بلاش ملاوعة. الواد فين؟ واد مين؟ انا مش فاهمه حاجه. اظبطي يا بت بدل ما اظبطك. اقلبوا المكان وجيبوا لي الكلب ده. هي الساعة بقت كام دلوقتي؟ الساعة 7 وداخلة على وربع. لا كاسر ده اتأخر قوي، انا خايف يكون حصل له حاجة. طيب كلم عليا اسألها هو اتحرك من عندها امتى. صح. دورنا في كل مكان وفي كل الاوض وحوالين الفيلا، ما لقيناش حد. فص ملح وداب. تليفون مين اللي بيرن ده؟ شوفوا لي التليفون ده فين. اتفضلي يا هانم. افتح لي البتاع ده وهاته. الظاهر انك ملحقتيش تمسحي اللوكيشن يا حلو. هاتولي البت دي وتعالوا ورايا يلا. مش بترد؟ لا. طيب رن تاني. إن الهاتف الذي طلبته غير متاح. التليفون اتقفل. يعني ايه؟ مين يا حاتم؟ مش عارف. ايه افتحي حاتم، انا سردين. سردينة. حاتم. الحمد لله على سلامتك. تعالى ادخل ارتاح، شكلك تعبان قوي. انت اتأخرت كده ليه؟ قلقتنا عليك. ما تتكلم يا ابني، احكي لنا ايه اللي حصل. انا جعان قوي وما اكلتش حاجه من امبارح، مفيش حاجه تتاكل. طيب ارتاح انت وانا هنزل اجيب اي حاجة تتاكل. لا انا هاجي معاك. يعني ايه؟ هتسيبوني لوحدي؟ ما تقلقيش يا ياسمين، احنا هنجيب حاجة بس ناكلها وهنيجي على طول، مش هنتأخر عليكي. طب والنبي خلوا بالكم من نفسكم. حاضر. ما تتأخروش عليا والنبي. حاضر. يلا بينا سردينة. شكلك تعبان قوي يا سردينة، مش كنت ارتحت انت لحد ما اجيب الاكل واجي؟ انا كنت عايز احكي لك حاجه ومش عايز ياسمين تسمع الكلام ده. خير يا سردينة، حاجة ايه؟ قبل ما امشي من هناك في ناس اقتحموا الفيلا وعلياء هربتني من الباب التاني، بس انا قلقان عليها جدا، خايف يكونوا عملوا فيها حاجه. دول ناس ما عندهمش رحمه. انا مش عارف مين الناس دي وعايزين مننا ايه. هحكي لك على كل حاجه، بس اهم حاجه ما تقولش لياسمين اللي حصل ده لحد ما نشوف هنعمل ايه. هو ده العنوان سعادتك، ودي العمارة اللي في العنوان. أول شقة على الشمال في الدور التاني. تنزلوا بالراحة تجيبوا لي العيال، ومش عايزة حد يحس بينا واحنا طالعين. الحمد لله انكم جيتوا. لا انا مش هستنى 7 حلقات تانيين، هقول الاسماء المرة دي كمان. بس يا بنت انتي، اسماء اللي عايزة تقوليها، هو انا مش لسه ضرباكي في الحلقة دي؟ هاتي المايك ده. اسماء الممثلين حسب الظهور: سلمى عليان، محمد أسامة، هند البهجي، عمرو ياسر، أسامة واصل، رانيا الحوتي.